خليها لا تعبي وروحك. يما خليك شوي فكرك. يعني مو قصدي، بس انا قلت لما رجعت ليش عصبي؟ شلون؟ شلون ليش الجهاز؟ تفاصيلها انا ما بعرف صديق. صدقيني زينب، بس بعدين شيء حرام، حتى ودينا. ليه سكت؟ قد بتصيري هانا مو؟ ودراكي شلون بضيق، وبس عرفت ليش مريضة خبرك عصبي. جناب ما خايف علي، خايف على أولاد العابدين. فاتي خلي بالحياة تعال خاف حبيبي كافي عقلي مو كافي. أنا حماتي لا خليك أحكي من لحد ما تخلص الدرس. شو يكون داخل؟ شيء عم كاتب لك واحد الله يخليك. احنا اللي نتعاقب على شيء مقصود. ولا بشكل واحد يتعاقب فوق هذا لازم نحب الحياة ونحترم قوانين. هذا كتاب وتعاقبت وخير. خلاص نحبك واحترم. بس انت غبي ليه صرت واحد محكلك فقير مسحوق مثلك ما يستحق الكذب، غيرك ما يستحقون الكذب. ولكم والدين شنو سالتك وين؟ شنو تسوي بنت؟ يو هم راح تدري بنت الشاقة وهي عايش؟ لا خالد لا يحسب الإنسان هذه خطية هو اللي تحاول تنتحر حتى تتزوج. انت يو راسك يوجعك، يو طالبتك السخونة. خليني شوي أصير مخبر حتى أخفف عني وعنك. لو مو من حقنا نفرح حتى لو بتكذب. خليني بطل الدين بطل. شنو بطل شغله بطاطا حتى تطلع كشفه. اقول لك يا كشفه انا بروح لقادم بثوب غير ثوبي، اروح لهم بثوبي زين. اليوم هذا الضمار شاكر مو القصد الهدوم، القصد الانسان يبدل طبعه اخلاقه روحه. انت كل اللي سويته بدلت هذول جدة ثيابك، وهذول تريد على مود تتفاهى بهم قدام اهلك. اما شاكر الاصلي، شاكر يا اخويا الاصل موجود هنا بداخلك انت. ما اقدر نجي، ما اقدر استحي الوقت. كتاب تعالي زين والله. ما اريد الطبيب يشوفني، انا مو مريضه، يعني مؤلفه جيدك وابني ما هو هسه قاعد ويا طبيب. قولي لي اي شيء، مريضه تعبانه راسي وجعني. انا ما اكذب، قلت لك ما اكذب، ما لي شغل. يعني كبير هاي مصيبه تطيح فوق راسي وارفع عن سداده، يعني اقول لها ما صحتش. يعني خلي الطبيب يشوفك، حتى الجبرين يشوفون الجهال والجهال هم يشوفونك. فكي في الصحون كانت كافية صامت. يا ربي منك هريك، تتوضي لك منك هريك.
في عيون في عيون على بختك. شلون بي يا صاحبي شلون بي يا صاحبي تسوي حاول يا فوت علي فوت يا تسوي فيني شوف البطل اللي حصلتي هواي عفاك بيني وبين أنا سويت اللي تحكي عليه كل احنا مو بس على مود الجهاز بس اذا الطبيب عرف يكون احسن. ايه بس ماما تدرين هي ما احب الكذب بس راح ابقى اقول انا مريضه حتى ما اقعد اكل وياه على نفس السفره. فاتن انا مو قصدي انا احبك مرتاحه وياكم بس ردش ما احبش فيه قال يكرهني. روح شوفي قليل شيء. نورا يمه بكره يوم شفتوا يعني خليني اسمع صوتك مع صوت يمه. نور أخوي المرة اللي تقولي حالها وحالي لكن هو يعيش هذا البيت لأنه إيش حاول تغطي داخل البوق يعني هو هذا القضية أستاذ صح من مالك الدنيا جيت هاي واحدة البيت كلش كويسة ليش من أجل الموضوع بعدين أنا بنشوف ما تنسى يجي أنا بدأت يعني معقولة ما يعيش في بيت فقير؟ أغلب العواقب بالعمل هم بتحصل صح فقط ممكن يسمع عباقة بس بنفس الوقت ممكن يسمع مجرمين. أستاذ ياسين أكو شيء أنت ضامن عليه؟ لا ماكو شيء. أيش خلينا نروح نشوف كل شيء. أنا ما أريد أتعبك أكثر بس خلنا بعدك شايل بقلبك على تحسين. سناء أشيل القلب على تحسين ليش؟ أنا أريد أعتذر منه ولا يعتذرني؟ الخالة عبد سناخ التحسين. أي بعد خالك سامع بها هواي. لا خالد ما عليك تفكر تعطاني السؤال. أنا رايحة بس ما أدري أريدك تقول لي راح سامح تحسين ولا لا؟ رجعنا بس الموضوع. أنا الحين التحسين وردت برضه وإذا أحنا قلت له كعد. بس هو قال لي هو دافعك. هذا اللي بيسوي له حسن. مع كل هذا لازم أحكي الموضوع. هاي غرفة اعتذاري وشني أنا رايح أشوف من هو وبضربة تعذر منه خاف عيب. تعذر ويتعذر. فصارت مرة أجيب ويقول لي موت يقول لي جاي شوية زينب ولا بدي ليه؟ حكي ليش قعدتني مو كل شوية وسألتني ايش كان الطبيب ايش كان الطبيب. أنا إذا بحكي لك أقعد تجيبني وبحكي لك. صار هسه الجرايد بطلوا يشوفون زينب لولا إذا استقامت الجهاد راح يموتون إذا ما شافوا زينب.
عذاب الناس كلش كافي عليه. ولو الناس لا تحدث ما أنا جيت هنا حتى أعتذر بسالفة التحسين الشيء. المشكلة هو أنا صاحب هذا البيت، هو القانون يوقفوني على خالد، حتى ذوبك أكثر من مرة، واعتقدت عن يسوون بيك الناس. فلا أنت غير أنت تختلفين، نظرات عيونك قلب أمك النظيف الرافع عليك كلها بتخليني متأكد أنت ضحية لازم كل الناس تعتذر منها وتاخذ ثارها من اللي قتل وسرق طفولتها. في غير السماء أنت تختلفين هو مثل ما يحكوا عليك. هذا رزق نزلت دموعك، فنادي أطهر من عندك كلمة، أطهر من كلمة. أنا لازم أنزل وأواسي شيء بس خليه يصير. أبوك ثلاثة فتحين ترى أنا تعبت، السالفة ما تستاهل كل الأعصاب، وأنا ما شو أسوي؟ والجهال يردونش والبوك ثابت ما يحكي. أنا لازم أخليه يحدد هذا الموضوع. يا أنا ضابط ياسين أستاذ المؤذن بالكلية. أنا شايف 4 مرات قبل ما تصير هاي ويحبوها الناس فضيحة ويضرجوا من البيت. خالد أنا قدامك يلا. يعني أنت الواقف لو تهديها المؤمن عندي سؤال. قول سيدي، وصلت إليكم مرة في البيت مثلا في مرة ليش؟ أبي ياسين إحنا ما نضيف يعني تعال جاوبك. هاي المرة تحجون عليها هي صاحبة البيت وكيف؟ بعدين هي صعبة وما تحب أحد يجي عليها. عندك بعد سؤال سيدي موضوع. لا
فقوتون الخبر فقوت جهنم ثاني حتى جهنم ثاني عندها اعتناق. مؤذن يا أخي قال لك هو نفسه فقود. عرفت القانون حتى أسوي له مشنقة بهاي يديه. بس الشر اللي براسه أذكر من عندنا كلمة. ولا منزل خطار زين علي. أنا رايحة. انتظر نشوف خالص بيه حكينا بعد ما خلص سلامه. أقول هذول تعرفهم؟ لأنك ناس بعد تتذكرني والله. ليش هو طالب اللي مثلك ينسي؟ مختلف. ذكرت أنك صاحب جيت تسأل عليه. وأنا ما ناوي أسلم عليه؟ لا العفو غيره بس المفاجأة ركتني. أقول لك أحمد الرحمن وندخل. أنا أعرف إيش تبدأ. ليك أنا مثلك. أنا زيتك. يا أخي طبعا تفضل. أنا وسلم. أختك؟ حبيبي أقصد ما حد جاي نتناقش على موضوع الخطوبة وراح أكون أسعد إنسان إذا وافقت على الزواج. ليش؟ مرضها مؤذي غير تفهمني. الجهات حبوها هواي. أنا ما أريد إني يتخلقون بها أكثر. يعني شنو؟ لازم يكونوا معلمتهم؟ حبوها هواي وهي ما راح تبقى هنا. راح تطردها نوضه؟ مو أنا أطردها فاتن مرضها. ليش؟ هي ايش بيها؟ إذا عصدها فهي زينب عندها ارتفاع ضغط الدم وسرعة دقات القلب، يعني لازم تنام مستشفى. خطية البنية يتيمة اللي مرت فيه مو شوية. ليش؟ انت من الخايفة ما قلت شي على تحسين. يما ما أدري يقول أنا لازم أشوف تحسين واعتذر منه. لازم تسودن؟ إيه تسودن يما. كل واحد عنده غدير يقولون عنه السودة بهذا البيت. هقول يما أنا نجي يوم بتزوج. لا يما هيك جاي أسأل. يما أنا ما كنت ليش تسألين بس ابنك كنت قبلك من السبب ما كنت يستاهل شيء.
راح يقبل هالحكي. معقولة دراسة قانون ما فيها مستقبل؟ سيدي، أنا كل اللي أعرفه بحياتي عن القانون هو العقوبة، والمشكلة ورا العقوبة. وشنو المشكلة اللي ورا العقوبة؟ والمفروض المجرم يتعاقب ولا جزاء؟ لو شو تريد تخليه يتمشى بالشارع براحته؟ أنا صوتي نجي واحد قال يكتب خالد، بس خالد كتير قبل السجن بل 10 سنوات. الآن طلع بالعافية الأخيرة. أصلا هي محكمة تقول لي قاع مادة بقت على المسؤولية قد وراها وولد قاع ما حد يزرعها وبل يحتمى عوب. طبعا أنا وجدت حياتي وقانون وأتشكر أن النماذج العبد الداخلي يشكركم كل شيء. لازم تلغون الشرطة مالتي. أكيد تحميل. هو الشرطة ايش راح تسوي؟ تبقى يا خالد وانت مريعي يجي كتلة؟ تفتح حالة استثنائية مالك. ايش كثير أستاذ؟ عندنا شاي وعندنا أشياء باردة، شو تريد احنا حاضرين؟ زين انت ما قلت لي. هذا الجرح اللي براسك شنو؟ فكيت راسي بالحياة. جاي مرة لكسر الحياطين مع السجون. يما أنا أدري هذا الحكي مو الكل. يلا أنا رشد أخاف حتى تحسين سارين على ناقلي. رشد يلا. هاي يما. امشي مساعد. ما في شيء. روحي يما أنا دبر روحي يا يما لا. علاوي شو اليوم ما بيرد شبيك لا لا أنا ما بعرف اشتاع جو بالشرع وشي سنتين وين تعال حضرت امورك وين مثل ما وصلت وين وما اريدك ترجع. ذكر ابوك قبل ما تقتله. صار ابوي صار. ودير بالك لازم تجيني قبل ما توصل لك الشرطة. وإذا ما لحقت ابوك يستحق الثار والسجن حلال عليك، بس انت بعدك شباب وما اريدك تروح للسجن، اريدك تصير سبع. انت خايف؟
لا ابويا لا، بس ارسم دائما انك تلاقي. عطيت شو دمك؟ شلون ترتاح وانت تاخذ بثارك من غير ما تشوف دم جدار ابوك؟ ما اريد اشوف دمه، اريد اشرب من دمه. انا العلاو ابن اخوي السبع. توعدني شنو السنة الجاية؟ وين بالكبير لو بالمحكمة؟ شغال صاير وايد خدمة. أستاذ ياسين معجب بيك ويقول أنك مميز وذكي، وخاصة بعد البحث اللي سويته في حق العبقرية في قانون جديد. جريمة فريدة، بحث بآراء فعلا تستحق المناقشة. يا أستاذ، ما تصدق موجود البحث، كله خرابيط وأشياء تافهة. هذا تواضع منك مالك. أنا قريت البحث مالك ولقيت فيه أشياء كلش حلوة. شنو قلبي؟ شنو هي الأشياء الحلوة؟ الأشياء كلها مدنية؟ أنا شو صاير؟ لكن شوية وضعت سالفة. أنا طبي ثاني، شنو طبي ثاني؟ شنو القضية الأولى؟ طبي ثاني، طبي ثاني وإنه الزينب راسي راح ينفجر منك. لازم الواحد يقبل عليه، زين مثل بنتك. زينب هاي مثل بنتي أنا، شنو يقول؟ خبرت أنتي؟ ترى هي مو تقصد إذا زوجتك بشيء، بعدين هسه البنية مريضة، وأنت أبو قلب كبير لا تقصر عليها لا بعلاج ولا بحنية. هي خليها فاتن، أقول لك أنا إذا أريدك أعالجها من باب الصدقة، بس مو هنا، لا، وهي بعيدة عن بيتي. هو هذا قلبك الكبير اللي يعرفك. زين أنت ليش ما تعالجها بالبيت ما دام المرض مو معدي؟ الخطية وين تروح؟ روحي لو دانا من قرب أنا أقول لك روحي. ماكو قانون متكامل ولا قوانين وإدارات، وبنج حالة تفضل من خليها وأكيد صاحبة البيت اللي مثلا ما كانت تشوفها كم موجودة في الجسد، ليش ما هي اللي تحبها؟ عادي يعني عادة واحد ما في مشكلة.
أقول لك أخويا، عشان أنت تركتنا وطلعت وهل واقف نطينا ظهرك، شنو الموضوع؟ العفو من أخويا سيدي، بس شني أنا انغضت روحي وطلعت أشتم من هوا. شنو الموضوع؟ حتى الموت هذا وانت ما طلعت، شنو الموضوع؟ انت يا اخو شاكر توم تومشي هذا ابو انا شاهر ابو شاكر التوم انا كنت مسافر هسه زين. اي انا مدليت زين مدليت ممنون من عندك انا بس يا بس خلي اعطيك كلام ياخذ فهمت ياخذ عشان كلام تدفع. يوي والله سالفه حلوه اذا ظليت انا شاكر مو شاكر. هاي خلطة اللي مسويها خلنا والله شاكر لا يحترم. شاكر هاي انتحال شخصية حاسب عليها القانون، وأنا أريد شاكر يرجع كرامته مو شاكر. تمسك نفس صوتك تنفس صوتك كرامتي انا ربح بفلوس عرفت زين. خلنا ظل هسه شاهر انا مو شاكر ما لك شروط. مش تبغى تتجاوزك ومناسب عشان وياك نفس وأنت تعرف تنصح من ملاسك؟ تعلمت القانون؟ من هذا العالم طبعا بس من ملاسك. طيب احنا طمئنين على ما بيننا، ممكن نروح الصالح؟ عفوا شاكر يعيش هنا يعني اقصد يعني الغرفة مالته سرداب يعني هو وين يعيش بالضبط؟ عجيب شلون اقناص ليه هسه تعيش بهيك اماكن وما ميت؟ العجيب انت تخلي اخوك يعيش بهيك مكان تبع لك ما ميت. سألان الدرجة غرفة اخوك اخر شيء. والله بالغرفة نعم. سؤال كيف تفضل؟ أنا شايفك وأعرفك بس وين؟ لا انا ما اعرف انا عايز اتمرش روح يوم وصل على العطارد بدي فيك شباب دوب شوي يما قلت شوف شباب ما في شيء يخاف منه حتى لو عطارد. هذا ابوي يا يما هو هذا ابوي نفسه. شوف شلون لابس ملابس ما يلبسونها بس هذول. يمه هذا ذبحي ابوك هذه احواله. يا جاي بتشبه
ريحته طيبة ومو سكران. هذا مو ابوي. لا توسع، انت مش صاحي. شو امك؟ نتقدم لبيت الوالد وزيرهم خطيبتي وقعت توسع بيهم تزوجيني. شو انت عم تقول؟ تسوداني؟ ما مش غير سنة اثنين شنو ساعته؟ مش لازم بعدين نسولف بالموضوع اللي انت لا. عم انا صرت مليونير. انا غني فاكر صار غني مليونير وداعتك. هسه مو داعتك وداعت سنة شعرت قلبي وتدرين بيها وتعرفين ايش قد اعزلها وحبل. انا غني ومليونير بس بالحلال. شاطر. ما قلت لي منين لك هاي الفلوس؟ انا قلت عدنا شوية راح تفرح وتكيف وراح نشتري بيت ونعيش بيه تالي عمرنا ونزود سنة وخلي تحسين يكمل دراسة ونفكر حتى عطاري نجيب خدامة عندنا. شاطر. ما قاعد يقول لي منين لك هاي الفلوس؟ اقول لك هاي الفلوس فلوس حلال بس هذا سر وما احكي بيه هسه مو هسه احكي لك بعد كم يوم انا اقول لك شو السالفة. يما ابوي ما يشبك خلي الثاني، يعني هو مو من حقه يصير عنده اسرار؟ اسرار بيتنا شمية زادت هالايام. يوم اجت جايبه اجار مال الشهر ما دافعت ايه، او هسه بعد الله ليلا بعد وبعد. لا تحكين على بنت الناس. عندك فتوى من زوجي بعد راحة. شو السبب شيماء؟ شو جاب الزمن؟ شو بس عندي كتاب مدين؟ صيد عمي راح من وقت قال عنده شغل. قلت انا رجال راسه الحين تجي. مسلسل وعمي. اروح اشرب شاي عدل الوايد. الله يوفقك. في الصدق هو الزلمه باين عليه غني. يعني شنو يوم؟ شفت ويده فلوس يراكب سيارة جديدة. ما ادري الزلمه لابس هدوم جديده ويا مسواق هكذا. بعدين ايش الملحه؟ ما تقولي ايش الملحه؟ ام نور عذريني نور شلون صار؟ والله يوم اريد بعد هسه هي نويمة ما ادري. خطيه تسوي لها شوربه لبن فواكه زينه لها. أقول لك بعد خالك ما دامك هيك ليش ما تدرس طب؟ مش أحسن لك من الغالب؟ أنا وقت وجهك. عود فتوى يما بينك شغلة لا يظل بخاطرك من نورة كيف جت وياك هيك. ترى هي شوية تهدر شيء ما لها خلق. أدري الله يساعدك. أدري يا مريض. يلا نرسل هنا.